النهاردة هنتكلم عن 5 مخاطر حقيقية في لعبة كمال الأجسام، مخاطر ناس كتير ما بتاخدش بالها منها غير لما تحصل المشكلة. ومع إن كمال الأجسام رياضة قوية ومفيدة جدا، لكن ممارستها بطريقة غلط ممكن تقلب ضدك وتضر صحتك بدل ما تحسنها. شفائيات. أول الخطر هو الإصابات العضلية والمفصلية. رفع أوزان تقيلة بتكنيك غلط أو بدون إحماء كافي بيحط ضغط رهيب على المفاصل والأوتار، خصوصاً الكتف، الركبة، أسفل الظهر والكوع. علمياً الإصابات دي بتحصل بسبب تمزقات ميكروسكوبية في الأوتار والغضاريف، ومع التكرار من غير راحة بتتحول لإصابات مزمنة زي الانزلاق الغضروفي، التهاب الأوتار وخشونة المفاصل في سن صغير. المشكلة إن الإصابة ممكن تبعدك شهور عن التمرين أو توقفك نهائياً. تاني خطر هو الإجهاد العصبي. ناس كتير فكرة إن التعب عضلي بس، لكن الحقيقة إن الجهاز العصبي هو اللي بيتحكم في كل حركة. التمرين التقيل المستمر من غير راحة كافية بيعمل إرهاق للجهاز العصبي، وده بيظهر في شكل ضعف تركيز، عصبية، أرق، انخفاض القوة فجأة وتراجع الأداء. علمياً الإفراط في التمرين بيقلل كفاءة الإشارات العصبية بين المخ والعضلة، وده يخليك أضعف بدل ما تبقى أقوى. ثالث خطر هو الاعتماد على المكملات أو الهرمونات بشكل خاطئ. بعض لاعبي كمال الأجسام بيفكروا أن المكملات أو الهرمونات هي الطريق السريع للنتيجة، وده خطر كبير. الاستخدام الخاطئ أو الزائد للبروتينات، محفزات التمرين أو الستيرويدات ممكن يسبب ضغط على الكبد والكلى، اضطرابات هرمونية، ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب. علمياً الجسم ليه حدود، وأي تدخل خارجي قوي بيخلخل التوازن الطبيعي، والنتيجة غالباً بتكون مشاكل صحية طويلة المدى. رابع خطر هو اضطرابات الأكل وصورة الجسم. كتير من اللاعبين بيقعوا في فخ الهوس بالجسم المثالي، وده ممكن يسبب اضطرابات أكل زي الحرمان الشديد، نوبات أكل، أو خوف مرضي من الدهون. علم النفس الرياضي بيأكد إن الهوس الزائد بالشكل ممكن يؤدي لاكتئاب، قلق، وعدم رضا دائم عن النفس مهما كانت النتيجة، وده خطر نفسي حقيقي مش أقل من الخطر الجسدي. خامس خطر هو الإرهاق العام وضعف المناعة. التمرين العنيف بدون تغذية كافية ونوم كفاية بيخلي الجسم في حالة ضغط مستمر، وده بيرفع هرمون الكورتيزول اللي علمياً بيضعف المناعة، يهدم العضلات ويخلي الجسم أكثر عرضة للأمراض والالتهابات. ناس كتير بتستغرب ليه بتتعب بسرعة أو بتمرض كتير، والسبب الأساسي بيكون الإفراط في التمرين بدون توازن. الخلاصة: كمال الأجسام رياضة عظيمة ومفيدة جداً لو اتعملت صح، لكن الخطر الحقيقي مش في اللعبة نفسها، الخطر في التمرين بدون وعي، بدون راحة وبدون علم. التكنيك الصح، الراحة الكافية، التغذية السليمة والنوم الجيد هم اللي بيخلوك تبني جسم قوي وصحي، مش جسم متعب ومصاب. ولو حابب تكمل في كمال الأجسام بطريقة ذكية وآمنة، ركز دايماً على التطور التدريجي، اسمع لجسمك وما تضحي بصحتك علشان شكل مؤقت. ولو حابب محتوى أكتر عن التمرين الصح، التغذية السليمة، وأسرار بناء الجسم الطبيعي، ما تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.